اللقطة دي حرفيًا غيّرت مسار الماتش كلّه، مع إن الريال بعديها اتعادل، بس عايز تكسب بطولة إزاي وأنت خط دفاعك بالشكل ده وبيخترق بالطريقة دي؟ بُص يا جدع ليفاندوسكي قطع ما بين المدافعين الاتنين ال3 المدافعين اللي واقفين دول يعني ايه ده يا جماعه؟ ازاي طلع من وسطكم كده وازاي فضيتوا له المساحه دي يا جماعه؟ فحقيقي مشفق على تشابي الونسو وعلى الظروف اللي حواليه. كفايه بس الخبر اللي ماركا نزلته قبل الماتش ب4 ساعات، وهو ان الونسو لو خسر السوبر يتم اقالته بنسبه 100%. يعني ده اسمه كلام؟ عيب قوي يا جماعه. عمري ما شفتها ديت قبل ماتش سوبر ولا قبل نهائي مهم. اهم صحيفه عندك في بلدك تنزل ان انت لو خسرت هتمشي. اي مدرب مش محظوظ خالص، جاي في اسوأ فتره لريال مدريد واسوأ طريقه بيدار بيها ريال مدريد، وحصلت معاه كل المصايب الممكنه في اول موسم ليه. لكن تعالى بقى كلمني اكتر عن اللعيب الحاسم، اللعيب المؤثر، اللعيب اللي وجوده يخلص لك ماتشات ايه، يخلص لك بطولات كمان. كلمني شويه عن رافينيا، حرفيا اكتر لعيب حاسم في اوروبا حاليا، واكتر لعيب انت بتبقى واثق ان اول ما الكره تيجي في رجله هيخلصها لك باسيست بجون. فبجد رافينيا وجوده هو برشلونه، متقل برشلونه ومتقل كفه برشلونه في اي ماتش. لكن بامانه بقى ماتش ممتع وعالمي وفي كل حاجه ممتعه، وامتع كلاسيكو من سنين. واقول لك حاجه كمان، 5 دقايق بس من كلاسيكو مدريد وبرشلونه والفرقتين في حالتهم امتع من اي ماتش في تاريخ اللعبه بامانه. ومليون مبروك لبرشلونه السوبر ال 16 في تاريخه.